أهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنكمل كلامنا على الداتا تايب. طبعا احنا عندنا نوعين من الداتا تايب، يا إما تكون primitive data types أو collection data types. طب ايه الفرق ما بينهم بقى؟ هقولك. primitive data type يا شباب بتتعامل مع قيمة واحدة فقط. يعني مثلا هعمل لكم هنا مثال، هكتب كلمة int number يساوي 10. أنا هنا يا شباب عملت قيمة واحدة فقط، يعني النمبر بيساوي 10. هل بقى ينفع أقول مثلا إن النمبر ده بيساوي 10 و11 و12؟ لا طبعا مينفعش. ليه؟ لأن البريمتيف داتا تايب بتتعامل مع قيمة واحدة فقط. طيب الكوليكشن داتا تايب بتتعامل مع قيمة إيه؟ أقولك الكوليكشن داتا تايب بتتعامل مع مجموعة من القيم. فيعني مثلا أنا عايز هنا أعمل list of number، فهكتب كلمة list. طيب الليست ديت عايز تخزن القيمة اللي جواها تكون int ولا string؟ أقولك عايز أخليها int، هكتب كلمة int، وint بتتكتب ما بين أصغر من وأكبر من. فكده أنا عملت list of integer. طيب اديلي بقى اسم للليست ديت، فهكتب مثلا list of number بتساوي. هل بقى أجي هنا أكتب 10 11 12؟ هيقولك مينفعش. ليه مينفعش؟ قالك لأن الأرقام ديت بتتكتب في square brackets. ايه السكوير براكتس ديت؟ ده شكل السكوير براكتس، فتعالى نحطهم في سكوير براكتس. فأنا دلوقتي عملت إيه؟ عملت list of integer بتساوي مجموعة من الأرقام. هي دي الكوليكشن. الكوليكشن بتتعامل مع مجموعة من الأرقام، إنما البريمتيف بتتعامل مع قيمة واحدة فقط. في الفيديو دوت هنتكلم على البريمتيف داتا تايب بس، فتعالى نعمل الكلام ده. أول نوع عندنا في البريمتيف داتا تايب هو السترينج. طبعا احنا اتعاملنا معاه بس تعالى نكتبه برضه. أنا عشان أعمل داتا تايب من نوع سترينج بعمل إيه؟ بكتب كلمة سترينج النيم بيساوي مثلا عبده، بس كده. السترينج داتا تايب بتخليني أخزن بيانات من نوع كلام. تاني نوع عندنا وهو الإنت. طب إيه نميز الإنت يا شباب؟ الإنت يا شباب بيتعامل مع أرقام صحيحة، يعني مبياخدش أرقام عشرية. يعني بياخد 1 2 3، مينفعش ياخد 1 ونص 2 ونص 3 ونص. فتعالى نشوف، هنعمل هنا إنت نمبر بيساوي 1. هل بقى يجي هنا هينفع أكتب 1 ونص؟ قالك لأ. ليه لأ؟ يقول لك القيمة اللي أنت دخلتها دي دبل، مينفعش تخزن في بيانات من نوع إنت. فدوت يشبه الإنت. الإنت بيتعامل مع أرقام صحيحة فقط. تالت نوع عندنا هو الدبل. إيه بقى المميز في الدبل؟ الدبل بيتعامل مع أرقام، بس أرقام ممكن تديلها أرقام عشرية، يعني ياخد 1 ونص 2 ونص. فتعال نشوف. أنا هعمل هنا دبل نمبر 2 يساوي 10 ونص مثلا. نفع معايا. لو جيت وقفت عليه يقول لك تايب دبل. رابع نوع وهو النم. إيه المميز في النم ده يا شباب؟ النم بيتعامل مع أرقام، بس ممكن يتعامل مع أرقام صحيحة، ممكن يتعامل مع أرقام عشرية. فتعالى نشوف. أنا هكتب هنا نمبر 3 مثلا بيساوي 1. فأنا لو جيت وقفت على 1 هتلاقي بيقول لك إن هو بياخد تايب إنت. طب أنا لو جيت عملت 1 ونص وجيت وقفت على 1 ونص هتلاقي بيقول لك إن هو بياخد تايب دبل. فده نوع اسمه النم، إن هو بياخد أرقام، بس ممكن تديله أرقام انتجر أو ممكن تديله أرقام عشرية. خامس عندنا وهو البول. البول يا شباب بيستخدم لتخزين قيم منطقية. يعني تعال نشوف مثال دلوقتي عشان تفهموه. أنا أكتب كلمة بول إيه مثلا is raining بيساوي إيه؟ بيساوي إما true أو بيساوي false. فده البول بيتعامل مع قيم منطقية، يا إما true يا إما false. سادس نوع عندنا يا شباب هو الديناميك. المميز في دايناميك بقى إن هو بيتعامل مع كل القيم ديت. يعني ممكن ياخد قيمة string، ياخد قيمة int، ياخد قيمة double، ياخد قيمة بول.
يعني تعالى نكتب هنا مثال، نكتب مثلا dynamic car مثلا بتساوي 10، نحط السيميكولون. لو جيت وقفت هتلاقي إن هو بياخد إيه؟ int. طب تعالى نغير ال10 ديت نخليها مثلا كلام. لو جيت وقفت هتلاقي بياخد string. طيب تعالى نخليها أرقام عشرية، 1.5. لو جيت وقفت هتلاقي دبل. طيب تعالى نخليها true. لو جيت وقفت هتلاقيها بول. فده المميز في دايناميك. آخر نوع عندنا شباب وهو var. إيه المميز بقى في var؟ var زيه زي الدايناميك، بيشيل كل القيم اللي فاتت دي برضه. طب إيه الفرق ما بينه وبين دايناميك؟ هقول لك، بس تعالى نكتب مثلا المثال دلوقتي. نكتب مثلا var كار 2 بتساوي 10. فلو جيت وقفت هنا على 10 هتلاقي إن هي تايب إند. نفس الكلام لو عملت مثلا true هتاخد إيه؟ بول. تعالى كده نخليها نص. أي كلام لو جيت وقفت عليها هتلاقي string. طيب هو إيه الفرق بقى بين var ودايناميك؟ يعني هما ليه عملوها بما إن في الديناميك شغالة نفس الحوار برضه؟ هقول لك. دايناميك يا شباب لما بتدي قيمة للكار أنت ممكن تغيرها بعدين. يعني مثلا أنا ممكن دلوقتي أروح على الكار ديت وأديلها قيمة ب10 مثلا، فهتلاقي نفعت معايا. يعني في الكار الأولانية كانت واخدة قيمة بول، وفي الكار التانية كانت واخدة قيمة إيه؟ قيمة إنت. طب هل ينفع أصلا أدي قيمتين لمتغير واحد؟ ينفع. تعالى كده مثلا نعمل برنت للكار ديت، وبعد كده نعمل برنت للكار دي. تعالى نشوف. جيت عملت رن، فزي ما انتوا شايفين عمل أول مرة true والمرة التانية ب10. ليه الكلام ده؟ لأن البرنامج يا شباب بيمشي سطر بسطر. فهو جه هنا راح على الكار، ادينا له قيمة بترو، عملنا برنت للكار ديت، فشاف الكار طلع لفوق لقى الكار ايه؟ بترو، فراح عمل ترو. كده خلصنا من ده. خلاص كده. بعد كده ادينا للكار قيمة تانية اللي ادانا له ب10، فنزل لقى كلمة برنت للكار فطلع فوق الكار لقى كلمة 10 فراح تبع 10. فأنت ممكن تدي قيمتين لمتغير واحد، فده المميز أصلا في دايناميك، إن أنت ممكن تديلها قيمة والقيمة تتغير بعدين. إنما فار بقى بتديلها قيمة والقيمة دي مش هتتغير بعدين. يعني لو عملت كار 2 بيساوي مثلا 10، قال لك إيه مينفعش. ليه مينفعش؟ بقول لك التايب انت كان بي assigned to variable type string. يعني الانت مش هينفع تتحط فيه متغير من نوع string. فده المميز فيه var، إن أنت بتديلها قيمة والقيمة ديت مش هتتغير حتى لو استدعيتها تاني، هتفضل ثابتة زي ما هي. فبس كده، ده كان فيديو النهاردة. عايزك انت بقى تقعد تلعب في المتغيرات ديت لحد ما تتعود عليها. وكده يكون الفيديو ده خلص. أتمنى أكون استفدت منه. مع السلامة.